السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم فيديو هيكون سهل وسريع وخفيف على قلوبكم ان شاء الله. تابعوني لاخر الفيديو، هتشوفوا وصفة جديدة او فكرة جديدة في صينية الرز المعمر. بس هتعجبكم جدا جدا. صراحة كان طعمه حلو قوي قوي، وكان متحمر كده من فوق ومن تحت، وكان صراحة يعني معمول ولا غلطة. هنقول بسم الله. ومعانا الرز بتاعنا، الرز اللي احنا عملناه دوت كان هو علشان رز قديم شوية، فجبنا حوالي كيلو الا ربع ونقيناهم قبل ما ما ننقعهم في المية. يعني جبنا كيلو الا ربع رز. هقول لكم المقادير والخطوات، انتوا تقللوا او تزودوا دي على حسب عدد افراد اسرتكم. معانا كيلو الا ربع من الرز، بنقيه كويس يا جماعه، وبعدين بنحط عليه ميه وننقعه حوالي اقل حاجه ساعه، عشان حبايه الرز كده ما تاخدش مننا لبن كتير وما تطولش معانا كمان في الفرن، لان الرز المعمر ما بيقعدش فتره كبيره في الفرن. بعد ما نقيناه كويس وغسلناه كويس مرة واتنين وتلاتة وصفيناه، وبعدين حطينا عليه المية ونقعناه حوالي ساعة. في الوقت دوت كان عندنا اللبن بتاعنا متلج، طلعناه من الفريزر وقعدنا نفك في اللبن. كانت الإزازة حوالي كيلو ونص، تقريبا كيلو ونص من اللبن. يعني احنا ما وزناهاش، بس تقريبا كيلو ونص من اللبن. حطينا اللبن على البوتاجاز، بدأ يغلي معانا علشان الرز المعمر نحط يعني المكونات على بعضها ونغليها غلوة على البوتاجاز، وبعدين ندخلها الفرن في نار تكون سخنة، عشان يطلع معانا على طول، ما الحباية ما تنشفش مننا في الفرن. اهو انا بوريكم اهوت، يعني الكاميرا بتيجي على الرز وبتيجي على اللبن، يعني احنا الاتنين موجودين معانا، علشان اول ما اللبن يبدأ يغلي هنبدأ نكبه على الرز وهنحط السكر. الكيلو الا ربع من الرز اخد معانا حوالي اكتر من الربع كيلو من السكر. برضو على حسب، في ناس بتحبه مالح شوية وفي ناس بتحبه مسكر شوية. اظبطوا السكر زي ما انتوا حابين. احنا حطينا اكتر من الربع كيلو من السكر. اهو بص، خالتي بتكب بالمعلقة الكبيرة، انا بقول لها دي مش معلقة، دي 9 معالق وبعدين 9 معالق كده. المهم حوالي ربع كيلو من السكر وازيد شوية صغيرين. ومعانا معلقة كبيرة من الملح، ما تكونش مليانة، ما تكونش هرمية كده، تكون ممسوحة، او معلقة صغيرة من الملح. وبندوب السكر اهو، مع قصدي بنقلب السكر مع الرز. وبعدين بننزل باللبن بتاعنا، اللبن دوت اللي هو المغلي، زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، اللبن مغلي. وخالتي بقى بتحط معلقة واحدة بس من السمنة البلدي، ومعلقة مش كبيرة. انا وريتكم صفيحة السمنة، صفيحة السمنة دي روابي، بس هي حاطة فيها هي سمنة بلدي، بس السمنة البلدي ما بنستخدمهاش في حاجات كتير، ممكن نستخدمها في البيض او في الرز المعمر، حاجات بس معينة كده يعني، عشان طبعا السمنة البلدي غالية وكلام من ده. وبعدين حطينا اللبن، بنحط بقى معلقة من السمن البلدي. احنا يعني خالتي ما بتعملش الرز بتاعها المعمر بالسمن الصافي، علشان حمية ما يتعبش منه. اهو شايفين المعلقة قد ايه؟ مش كبيرة. والسر او المكون او الحاجة اللي هي بتعمل بها الرز وبيطلع صراحة مميز شوية، هو الزيت. بتحط زيت عباد الشمس، والله العظيم بيطلع الرز تحفة ومفلفل وجميل جدا جدا جدا. انا طول عمري اعمله بالسمن وباللبن الدسم، هي برضو اللبن ما شلناش وشه خالص، لان احنا غليناه وكبناه على طول. والرز المعمر برضو بحب القشطة، فهو اللبن دوت دسم وكامل الدسم يعني، وحلو، والقشطة بتاعته فيه، فكان طعمه حلو قوي قوي صراحة. وحطت شوية زيت من الذرة، حوالي أقل من ربع، لا حوالي ربع كوباية من الزيت بالظبط، ربع كوباية من الزيت. الزيت خلى الرز طري وجميل جميل جميل ومفلفل كده، والحباية بتاعته مفلفلة، والوش بتاعه طالع، اقول لكم عامل زي الكهرمان، تحفة والله العظيم. انا يعني صراحة انا ما بنزلش الفيديوهات الا لما بناكل من الحاجة الاول. حتى ساعتها بقول لخالتي لا بلاش زيت وما اعرفش، قالت لي طب دوقي بس بالزيت، دوقي الرز المعمر بمعلقه السمنه والقشطه اللي في اللبن عادي، وحطي بس ربع كوبايه زيت، ما تزوديش السمنه، وجربي وشوفي، وهتشوفي وش الرز المعمر طالع عامل ازاي، والرز بتاعه بيكون عامل ازاي، حلو قوي قوي، مش معجن، وطعمه حلو قوي قوي.
وبعدين حطيناه على نار من تحت ومن الجنبين علشان يبدأ يغلي معانا ويعمل بقليلة كده كبيرة اهو. بصوا شايفينه عامل ازاي، ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كان جميل جدا جدا. انا بوريكم الخطوات والمراحل بتاعة الرز. بعدها بشوية فصلت الكاميرا ورجعت تاني، بدأ الرز يتشرب اللبن بالسمنة وكل حاجة تدخل في بعضها كده، وبدأ برضو ايه ينفش معانا، وبعدين بدأ يحمر او يصفر كده. في الاول لسه في الاول هي الكاميرا اللي ايه مخليه باللون دوت، انما هو كان لسه اللون بتاعه ما اخدش اللون المظبوط. طبعا سيبناه في الفرن لغاية لما برضو اللبن اتشرب من تحت، لان احنا كنا لما بنهز الصينية بنلاقي فيه شوية لبن، فعشان الرز ما يطلعش صايص هما بيقولوا كده، يعني يطلع ماسك نفسه والرز ينزل النشا بتاعه وكله يتماسك في بعض. فدخلنا الصينية تاني في الفرن، قعدت حوالي قولوا الصينية كلها كده من أولها لآخرها قعدت من 10 دقايق لربع ساعة بالكتير أوي، كانت استوت واتحمرت وطلعت زي الفل. طبعا احنا ملحقناش نصبر يعني علشان نصور الصينية، فكانت خالتي غرفت وأنا كملت تصوير الصينية وهي بالشكل اللي انتوا شايفينه. جميلة جدا يا جماعة، واعملوها بالزيت والسمن، بس زيت يكون نضيف مش زيت التموين.